سلام سلام، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا ربي. توحشت متابعيني والمشتركين متاع القناة متاعي. نعرف اللي انتم نسيتوني على خاطر تقريبا 4 سنوات غايبة على القناة متاعي في اليوتيوب. وعلى هذاك حبيت ان شاء الله باش نرجع لليوتيوب، باش نعاود نرجع ان شاء الله تكتيب القناة مرة اخرى، ونرجع لكم بالوصفات البنينة وبالزاستيس متاعي، وصفات تونسية وتركية زادة. بالفيديو هذايا جيتكم حبيت نقول لكم على خاطر وعدتكم، انا عملت مرة لايف صغير تقريبا شهرين التالي، قلت لكم ان شاء الله راني باش نرجع لليوتيوب وباش نحكي لكم سبب الغياب متاعي، علاش غبت مدة 4 سنوات. القناة متاعي حليتها تقريبا في جويليا 2017، اخر جويليا 2017، مازلت عروسة جديدة وقتها. ونادمة برشا اللي انا ما كملتش في اليوتيوب. يعني جت ظروف اني خلتني نقص. برغماتها القناة متاعي وقتها ما فيهاش برشا متابعين، معناها فيهاش برشا ديزابوني، لكن الفيوز طالعة برشا ما شاء الله. عندي فيديوهات عملوا 200,000، 85,000، 160,000. يعني بدأت تطلع القناة وما شاء الله في وقت وجيز، معناها في ساعة ما سكرت 10,000. لكن بعد شاء القدر انه نبعد على اليوتيوب كما قلت لكم بسبب الظروف. وعلى هذاك حبيت نحكي لكم تجربتي، وان شاء الله التجربة هذه تكون معناها سبب لنساء اخرين ولا افادة ولا ما نعرفش انا. المهم حصيله سامحوني، ما عادش نعرف نحكي، ما عادش نعرف نعبر على خاطر بالحق بعدت برشا. تنسى قبل في المونتاج نبدا نورور بالحديث. المهم حبيت نقول لكم سبب الغياب متاعي، انه انا يعني باختصار انه انا كما تعرف كما اي طفله تتزوج تحب تجيب صغار، وخاصه كي تكون في الغربه، وحتى ماهيش في الغربه في بلادها تحب تجيب صغار. هذه غريزه من عند ربي سبحانه وتعالى، يعني الامومه، الاحساس تحب تحس بالامومه والكل. المهم قعدت سنه بعد الزواج ما صارش حمل لهنا في ألمانيا. يعني بعد سنة من الزواج وقتها تنجم تمشي للطبة وتعدي على روحك وتشوف شنو المشكلة اللي عندك. المهم مشيت لزوز أطباء، معناتها أطباء ألمان، فهمتوا. مشيت عملت ليزاناليز متاعي، تحاليل، راجلي عمل تحاليل كل شيء. قالوا لي لاباس، ما عندك حتى اشكال، معناها لا فما برولاكتين طالع، لا فما كيما برشا يقول لك كتكيس المبايض، نعرف شنو. قالوا لي راهو لاباس، بدنك لاباس عليه، ما عندك حتى شيء. العب سبور، نحي الحكايه من مخك تو تجي وحدها. قعدت حاسيلو هكاك تقريبا بعد العام هذاك قعدت عامين زاده كيف كيف. ناخذ في دي فيتامين عادي، معناها فيتامين دي والكل، تعرفوا هنا طقس بارد وما فماش شمس والكل، ناخذ في دي فيتامين عادي. لكن بشوي بشوي بعد 3 سنوات من الزواج وليت متقلقة من الحكاية، علاش ما حبلتش، علاش ما صارش حمل. أه كما تعرفوا معناها كي تروح لتونس فما عباد سامحوني في الكلمة ما تحشمش بالأسئلة متاعها. علاش ما جبتش بيك تو ما حبلتش، ولا تعرفك باش تسلم عليك تضربك على كرشك تقول لك شنو ما فماش حويجه. وبعد بشوي بشوي تتطور الأسئلة، من اللي ما فماش حويجة تولي يا أخي منك ولا من راجلك الإشكال، كيفاش توا 3 سنين وما جبتش؟ طب اش قالوا لك؟ عرفتوا معناها تولي أسئلة محرجة وتزيد أنت نفسانيا تتعب أكثر. يعني كسوا من الفاميليا ولا من الجيران ولا من الأصحاب، يعني أسئلة ياسر تدور معناه. عرفت واحد يروح باش يتفرهد، نولي نحب كي نخرج معناتها من دارنا ما عادش نحب نرى حتى حد، خاطر نعرف اي انسان باش يسلم عليا مش باش يقول لي مرحبا بيك في بلادك ولا نورت ولا ما مرحبا بيك ولا الحمد لله على غربتك، لا ديريكت يسألك فماشي حويجه في الثنيه. ويحسبوا لك معناها قداش عندك من عام. المهم حصيلو قعدت فك 3 سنين هذوكم بعد العرس زدت معناها شك معناتها ولا برشا شك، علاش تو ما حبلت، علاش. المهم فما صديقة لي لبنانية ربي يفضلها، المهم نعتتني على طبيب عربي. قالت لي امشيلو راهو برشا مشاولو وراهو باهي ويعمل تشخيص بالكدا والكل. المهم مشيت له، عاودت التحاليل كل من اول وجديد، وتصويرة الأجعاب هذيك قناة الفالوب، وراجع عمل تحاليل. المهم بعد تقريبا بأسبوعين رجعنا له على أساس معناه باش يقول لي، فبعد على أساس فما حل معناه.
ما رعني الا الطبيب هذايا ربي يهديه. رغم انه معناها ربي يهديه وجعني برشا ودخلني في حاله اكتئاب، لكن رجعت له من بعديك، معناها كي صار حمل رجعت له. المهم ملي دخلت عرفتو ما لطفليش العبارات، معناها ديريكت معناها خزر لي قال لي مدام راك ما تجيبش صغار. كانت لي انا بالنسبه للكلمه هذيك كانت صدمه كبيره ليا، وكانت صدمه لراجلي. قال لي راجلك لاباس عليه ما نعرف شنو حسيلو، قال لي راك ما تنجمش تحبل، ما تنجمش تجيب صغار، راك ما تجيبش صغار، لكن نجموا نعملوا محاوله اذا كنت تحب تعمل طفل انبوب. وانا رافضه الحكايه هذيك، وراجلي رافضها جمله اني باش نعمل طفل انبوب ولا تلقيح، المهم الحاجات هذيك الكل انا رافضه وهو رافض الحكايه هذه. دونك الطبيب هذاك عرفته عباره نعرفش، انا حط لي سكينه، حط لي خنجر في قلبي. شو كنت نهد، كنت فكرها تشدي تنهيده. عرفته خرجت من عنده، خرجت من عند الطبيب هذاك، الدنيا ظلمه ما بين عيني، مانيش نشوف العباد، حس روحي قاعده نمشي ما بين هواء وفضاء. نبكي طريق كامل نبكي. راجلي يقول لي ما تبكيش، راه ربي كبير. تو نشوفوا طبيب اخر. قلت له ليه، معناها ما الطبيب هذايا العباد تشكر فيه والكل، انا ما عادش نمشي لحتى طبيب. وصلت حتى قلت الراجل، قلت له كان تحب معناها نطلقوا وخذ امرأة أخرى معناها تجيب صغار والكل، بالنسبة لي أنا معناها مانيش نحرمك تقعد أنت من غير صغار في جرتي أنا. والحمد لله معناها كي يكون عندك زوج صالح بالحق، الحمد لله ونعمة كبيرة إنه ربي يرزقك بالزوج الصالح. كان راجلي معناها رافض الحكاية، قال لي ما عادش تعودها حتى بالفذلكة، أنا ولدك أنت بنتي، نكملوا بعضنا حتى لين ربي يرزقنا. المهم بعد الحكاية هذيك مع الطبيب هذاك دخلت في حالة اكتئاب، ويت ما عادش نحب نكلم العباد، ما عادش نحب نخرج. عرفت نخرج نقضي قضية متاع جمعة متاع جمعتين، المهم ما نخرجش للشارع، ديما في الدار ننظف نطيب، ناكل ونظلم البيت ونرقد. كانوا اهلي معناه يقولوا امشي شوف طبيب ولا حاجه، معناه طبيب نفسي الكل، وبالطبيعه ديما نرفض، لا ما نحبش نمشي لطبيب نفسي، وانا لاباس نقول لهم راني لاباس، ما نحبش نحيرهم. من داخلي عارفه اللي انا دخلت في حاله اكتئاب، يعني حتى ندخل ساعات نقرا في جوجل معناها الحاجات اللي مروا عليا، وليت ناكل برشا. معناتها زدت صحتي، معناها زدت في الميزان. ما نحبش نحكي مع العباد، حتى كي تليفوني نقز يطلبني حد ما نحبش نهز نحكي مع العباد، نحب ديما وحدي. وديما نتفرج في تصاور الصغار، فيديوهات الصغار يخرجوا لي على الانستغرام ولا على اليوتيوب. نبدا نتفرج على الصغار، مرات نبكي، مرات يعجبني فيديو نضحك، مرات تشدني هستيريا متاع بكي. عرفتوا يعني حاله خايبه على الاخر. هذاك السبب اللي خلاني اني ما عادش عندي جو باش نصور، رغم اني معناها بديت بحاجات بسيطه في القناه. ما كانش عندي سيبور، كنت نصور على كيس، ومن بعد شيت السيبور، ومن بعد وليت نفهم في المونتاج، بديت بشوي بشوي كما قلت لكم، بديت الفيوز تطلع في القناه والكل. بعد ما عادش عندي جو. عندي صديقه عرفتها من اليوتيوب توا 7 سنين، اموله، هي قناتها اسمها امال سيفليك، حاسيلو تونسيه في تركيا. كانت ديما تكلمني تقول لي هيا هبط فيديوهات وتشجع فيا، وانا نقولها لي اي تو نهبط الجمعه الجايه، تو مره اخرى، تو نعرف شنو. ما عادش عندي الجو، ما عادش عندي نفس اني باش وك الراحه وك الاهتمام وك الحب في قلبي، معناها شو الذبانه وين جات. المهم حاسيلو الذبان في الشتاء هذايا. المهم بعدت على القناه كومبليتمون، حتى قعدت كيكه 5 سنين ما رزقنيش ربي بالصغار، معناها ما صارش حمل. المهم عندي صديقة أخرى تونسية هي تعيش في إيطاليا، حكيت أنا وياها لين جبدنا الموضوع منه ومنه. قالت لي باش نعطيك نصيحة علاش ما تتبعش النصيحة هذية، وراو بإذن الله معناها راو خلي إيمانك معناها ثقتك بربي كبيرة، وربي تو يرزقك. قلت لها شنو معناه، في بالي باش تقولي على دواء على حاجه؟ قالت لي الصلاه، يعني تصلي في وقتك بحكم انت ما تخدمش قاعده في الدار. وقالت لي ننصحك بالاستغفار، الاستغفار بنيه الحمل. عرفت جتني الحكايه هكا مش بيزار معناها، ما قلت مش معناها هذا علم طب، قالك راك ما تجيبش معناها. قالت لي ليه،
تستغفر بنية الحمل وتصلي وتقرأ كل يوم سورة مريم بنية الحمل. بعد ما تكمل سورة مريم حط يدك على كرشك على بطنك يعني وادعي ربي سبحانه وتصدق باللي كتب من ربي. راي الصدقة والاستغفار يغير الأقدار. قعدت يمكن أسبوع هكاك نخمم في الحكاية وما عطيتهاش أهمية. بعد قلت علاش ليه أنا شنية خاسرة، وهذا يا ربي سبحانه وتعالى معناها الاستغفار. ربي قال لك معناها بالاستغفار نعطيكم المال والبنون، وبالحق تتغير الأقدار. وحكيت لي قصة المرأة هذيك اللي مشيت لسيدنا موسى عليه السلام انها ما تجيبش وقالت له ادعي لي، وقالها انت مع ربي كتبك عقيم، وبعد لقاها اللي هي عندها ولد. المهم حسيل واقتنعت بكلامها وبديت حياة جديدة مع ربي سبحانه وتعالى. صلتي في وقتها ونحيت الأغاني من التليفون، ووليت أنا نستغفر وأنا نطيب وأنا نلم في الدار وأنا في الدوش وأنا نخرج نقضي وأنا نخرج نتمشى في البارك. السبحة ما تتنحاش من يديك، السبحة الإلكتريكية ذيك في يدي ما تتنحاش. حتى وأنا في الفرشي باش نرقد نخليها في صبعي هذيك السبحة الإلكتريك ونقعد نسبح حتى ليهزني النوم. والله كان في قصبيح نلقى عاملة 5000 6000 تسبيحة. ما نحكوش في النهار نوصل ب20,000 15,000 30,000 يعني نهار كامل وأنا نسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. ونستغفر نستغفر نستغفر. معناها نستغفر بطريقة عندك ما تتوقعهاش. قلت لكم نوصل 30,000 20,000 25,000 وأنا نستغفر. قتلي عليك بالاستغفار واستغفر وش يهمك معناه. قعدت 3 شهور على الحكاية هذه نستغفر نسبح لله. بنية الحمل بتبيعة. سورة مريم تلمو نقرأ فيها كل يوم ونسمع فيها في التليفون، وانا نبدا نقضي نخليها في اليوتيوب معناها تخدم. لين حفظتها معناها حفظتها صم يعني حفظتها شربة ماء. الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث مرضت بالكورونا. تأخرت علي الدورة تقريبا يمكن 20 يوم معناها. نتبع ديما بالابليكاسيون جيت نشوف نلقى عندي 20 يوم تأخير. عرفت ما عطيتهاش أهمية الحكاية إنه أنا حامل معناها. حكيتها لراجلي والكل قال لي أكيد من الكورونا معناها تعرفوا مخالفة الكورونا والكل. لين سألتني أمي قلت لها أمي راو هكا وهكا. قالت لي ليه أنت حبلة؟ قلت لها ليه أمي راو من الكورونا تعرف من الكورونا راو البدن يدخل بعضه والكل. قالت لي ليه امشي توا جرب أعمل تيست شنو خاسرة. المهم ما حبيتش ناخذ بكلامها والكل على خاطر عندي تشاؤم كبير من التيست نتاع الحمل ما نحبش نعملهم. حسيلو ليلة نص شعبان ورغم انه هذاك يعني عندي التأخير معناها والكل. ليلة نص شعبان نتفكرها كما توا. ليلة نص شعبان 2022 صليت استغفرت ربي كما العادة قريت سورة مريم حاطت يدي على كرشي وخرجت ما عنديش بالكون. مشيت للشباك متاع الكوجينة حليته قعدت نخزر للسماء اكل نجوم والدنيا راكحة الهدوء تام. عرفتوا حكاية الساعتين متاع الصباح هكاكا. قعدت ندعي 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 وشوف صدعان نبكي برشا. بكيت دليت الرب سبحانه وتعالى. عرفتوا ورقت ورجعت رقدت. لين راجلي قال لي راهو صوتك قاعد يرجع في البارك معناها الجيران مش يسمعوك. رقدت الصباح مشيت جبت تيست عملت التيست وصدقوني قلبته على وجهه. والله نحكي لكم معناها بصدق. قلبت التيست على وجهه ما نحبش نشوفه. غسلت يدي غسلت وجهي حكيت سنوني نشفت ايدي. من بعد جبت التيست خرجت من البيت الراحه وقلبي يضرب بالقوي. قلت له يا ربي ما تخيبنيش يا ربي ان شاء الله يكون حامل. عرفتوا انا قلبت التيست معناها ونلقى الشلطين هذوك محمر نلقاهم غامقين برشا. والله تحت على ركيبي راني نبكي 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 نبكي. ما نحكي لكمش معناها نبكي. لين راجل يسمعني خرج جاني يجري الكلوار قال لي شبيك؟ قلت له راني حبلة. قال لي ليه ماكش حبلة هذيك من الكورونا معناها صار لك تأخير. بالحق احساس سامحوني والله نحكي لكم بالحق. حبيت نحكي لكم علاش انا بعدت على اليوتيوب خاطر برشا عباد
معناها ما نحبش نقول اصدقاء، معناها ما عارفه. كي نتقابلوا في بلاصه تشد صغيره تبدا تحوط عليه، حاشاك متخمسه عليه، خمسه وخميسه على بنتي ولا خمسه وخميسه على ولدي، كاني انا باش ناخذه بالعين، ولا كاني انا ما عرفش انا باش نفكهولها ولا. حسيت برشا عباد حسستني، برشا عباد وجعتني. وصلت حتى مرة الكوزينة متاعي تبوس في صغارها قدامي، وانا والله منخلي ما نهز كادوات، معناها نفرح كي نهز حاجة للصغير، تبوس فيهم قدامي. كل قتلي انت ما تنجمش تحس بلي نحس فيه انا، خاطرك انت مكش ام، معناها مكش باش تولي ام. يعني بالحق توجعت برشا. المهم حاسيلو كانت فرحة كبيرة برشا. ما استنيتش، مشيت للطبيب، ما لقيتش حتى طبيب. اقرب طبيب مشيت له هو الطبيب اللي قال لي راك انت ما تجيبش صغار، هو طبيب فلسطيني ربي يخليه بالحق. من بعد علاقتنا تطورت معناها، ولا حتى يطلبنا في التليفون يسأل علينا والكل، وبشرت حبيلتي الكل عنده. كيف مشيت له معناها، والسكرتير قلتها راني حبلة هكا وهكا ونرعش ونبكي. ما خلونيش نستنى، معناها عملوا تيست اخر ودخلت للطبيب قال لي مدام راك حبلة هكا وهكا. المهم هو تصدم، قال لي يا اخي عملت طفل انبوب، عملت تلقيح. قلت له ليه دكتور راهو هكا وهكا، حكيت له الحكايه. يعني قعد مصدوم، قال لي راهو قال لي بالحق راهو ما تجيبش صغار، معناها. قلت له راني ما عملت حتى شيء، لا شربت دواء، ما عملت شيء، راني نستغفر في ربي، نقرا في سوره مريم، تقربت اكثر ربي، وراني نصدق. ما نحبش نقول معناها عملت صدقات، ما خليهم معناها خليهم عند ربي معناها خير. بنيت الحمل، شوفوا الحكاية قداش عندها توا، ولدي عمره عامين أما لكن ديما نتذكرها. المهم حاسيلو قال لي راك حبلة. رجعت بعد أسبوع سمعت دقات القلب متاع البيبي، وراجلي عمل نذر، قال لي كان يطلع التست صحيح معناها اللي انت حبلة. عمل نذر ربي سبحانه وتعالى انه باش يذبح معناها خروف وباش يفرقوا على الفقراء والكل، وكان معناها قد النذر متاعو راجلي، وبعثنا الفلوس لتونس وعملنا النذر هذاك معناها تم. كما تعرفوا النذر معناها كي توعد في الوقت المحدد لازمك تعمله في الوقت المحدد. المهم بعد الفرحة الكبيرة انه كي عرفت عندي وليد، على خاطر انا نحب الاولاد برشا وحبيت نجيب وليد، كانت فرحة كبيرة على الاخر. والفرحة الكبيرة انه وقت ولدت وسمعت البكية متاعه، شديته ما بين يدي وحضنته وبسته، احساس ياسر محلاه. ويا ربي ان شاء الله ما يحرم امراه مظناه يا ربي، وان شاء الله كل طفله تتزوج يا ربي ان شاء الله ربي يرزقها بالذريه الصالحه، وكما نقولوها معناها سليم وعافى، الله لا يحرم حد يا ربي. وحتى كان ربي سبحانه كتب الامراه انها باش تكون عقيم، نحب نقولها مثالش استغفر وصدق، تنجم تكون الاستغفار والصدق يغير لك الاقدار. وحتى كان كتبك ربي عقيم راهو في الجنه، في الجنة معناها عندك حاجات ما أحسن وما خير، ربي كاتب لك ما خير، وراه أكيد سبب هذاك من عند ربي سبحانه وتعالى. المهم خلاصة القول حبيت نقول لكم لا تقنطوا من رحمة الله، أحسنوا الظن بالله. كانك قادم على زواج وإلا قادم على مشروع وإلا تحب تجيب صغار، أكثر من الاستغفار بالحق. راهو الاستغفار يغير الأقدار، الاستغفار يخليك ربي سبحانه يودك ويرزقك بالمال والبنون. الصدقة زي كيف حتى بمبلغ بسيط، حتى انك تهز كادوات لتونس صغيرات، تفرح صغيرات، حتى بشوية حلوى شوية شوكولاتة، لبسة، ما نعرفش انا كل قدير وقدره بالطبيعة. هذه علاش انا غبت على اليوتيوب بسبب هالفزغون هذا اللي قاعد عندي توا. المهم حاسل وركحته وحطيت له الصور متحركه باش يخليني نحكي معاكم، على خاطر ما شاء الله ما يركحش، يحب يلعب يحب يمس كل شيء. هذه هي حكايتي عليك علاش غبت على اليوتيوب. رحمك الله يا روحي. نحب نقول هاي حبيبي، قول لهم هاي تاتا، هاي تاتا برافو. المهم نحب نقول كل واحدة باش تسمع الفيديو متاعي أكثر من الاستغفار، تقربوا برشا لربي، صلي وادعي ربي سبحانه وتعالى. راني مانيش داعية إسلامية ولا راني لا بالعكس، يعني كنت نصلي ونبطل وكما كل إنسان عندي أخطاء فهمتوا، لكن الحمد لله معناها واحد بعد كيف شد الطريق معناه ويجاهد روحه.
نحبكم تشاركوا الفيديو ذا مع احبابكم واصحابكم. هذا علاش سبب الغياب متاعي، حبيتكم تعرفوا. وبالنسبه للمشتركين الجدد اللي يحب يعرف عليا اي حاجه، والى المشتركين القدم خليوا لي اسئلتكم في لي كومنتير، وان شاء الله انا نجاوبكم على اسئلتكم. اذا كنت تحبوا تعرفوا انا شكون لمسات تونسيه في المانيا، شكون هي، شنو حياتي، شنو نعمل في الدنيا، ميساج خليوا لي اسئلتكم وانا مستعده نجاوبكم ان شاء الله. وان شاء الله باش نرجع لكم برشا فيديوهات. ديجا قاعده نحضر في فيديوهات نصور فيها، ما قاعده نهبط فيها على تيك توك، ان شاء الله باش نهبطها على اليوتيوب. وجاي رمضان ان شاء الله، باش نبداو رمضان مع بعضنا ان شاء الله، بروتينات وبوصفات. وكما قلت لكم اللي عنده اي سؤال تخلي معناها في لي كومنتير وانا نجاوبها. ما تنسوش باش تشيروا الفيديو هذايا مع احبابكم واصحابكم، وخذوها عبره مني انا. ربي سبحانه وتعالى راهو كريم، ربي رحيم، ربي كي تدعي له راه يستجيب لك. واكثروا من الاستغفار، نعاود اكثروا من الاستغفار على اي حاجه انتم ناويينها. المهم بالنيه، نيه الحمل، نيه الزواج، نيه مشروع، نيه سفر، اي حاجه اي حاجه. ادعي ربي سبحانه وتعالى واستغفر، وربي سبحانه يعطيك. خليكم في امان الله، وملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله. خليوا لي برشا جامات، نحبكم برشا 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 برشا. بسلامه.